قبل ما نبدأ خلينا نكونوا صادقين مع بعض. مرحبا بك، أنا بن سعد مهدي وهذه دردشة صادقة. كلام بلا تصنع وبلا أقنعة. تكون مكسر في فراشك والظلمة والهدوء، بصح في راسك كاين محرك خدام وما حبش يحبس، وتعاود في حوار صار البارح كان لازم نقول هاك وعلاه قلت هكذا، وتخمم في حاجة رايحة تصرى غدوة. واش وكان ما ننجحش؟ واش وكان نغلط؟ الدور في نفس الافكار، ساعه ساعتين 3 سوايع، وكي تنوض الصباح تحس روحك تعبان ومرهق كانك جريت ماراثون كامل في الليل، مع انك ما تحركتش من بلاصتك. السؤال المطروح هو علاش تتعب بلا ما دير والو؟ كمل معايا وراح تفهم هذه السرقه تاع الطاقه من راها تجي وكيفاه تحبسها. اولا الفرق ما بين التفكير والتفكير الزايد. لازم تعرف بلي كاين فرق كبير بيناتهم. التفكير هو كي تستعمل عقلك باه تلقى حل المشكل، يعني تنتقل من نقطة ألف اللي هي المشكل وتحوس وتلحق للنقطة باء اللي هي الحل. أما التفكير الزايد هو كي تبقى تدور في النقطة ألف وما تحوسش على حل، راك تعاود وتجر في نفس المشكل. تخيل معايا السيارة مغروسة في الرمل، التفكير يقول لك هو أنك تخرج من السيارة وتحوس على خشبة وتحاول ترفع العجلة، هنا راك تقلب على حل. أما التفكير الزايد يقول لك هو أنك تبقى داخل السيارة وتزيد تاكسيريلي، المحرك يبدا يفورسي في روحه والدخان يطلع والعجلات تدور في بلاصتها، بصح السيارة تبقى في بلاصتها ما تتحرك حتى سنتيم. هذا ما يسمى بالتفكير الزايد، مجهود كبير والنتيجة راح تكون صفر. ثانيا علاش المحرك هذا يخدم ل3 أسباب رئيسية. السبب الأول الخوف من الغلط، تحلل كل احتمال مليون مرة باه تتجنب تتخذ قرار خاطئ، وفي الأخير ما راك راح تتخذ حتى قرار. السبب الثاني محاولة التحكم في المستقبل، تخمم في واش ولو كان باه تحس روحك مسيطر على حاجة هي أصلا ما هيش في يدك. السبب الثالث هو العيش في الماضي، تبدأ تعاود في سيناريوهات فاتت وكأنك تستطيع تغييرها بتفكيرك الآن. ثالثا السرقة الكبرى للطاقة. دوكا نرجعوا للسؤال تاعنا، علاش تتعب؟ عقلك هو أكبر مستهلك للطاقة في جسمك، أكثر من أي عضلة أخرى. كي تكون في حالة تفكير زائد وقلق، عقلك يكون في حالة طوارئ قصوى، يستهلك كمية هائلة من الغلوكوز والأكسجين. حرفيا أنك خليت تطبيق ثقيل يخدم في تليفونك طوال الليل، وكي تنوض الصباح راح تلقى البطاري فارغة مع أنك لم تستعمل الهاتف. نفس الشيء نسقطوه على التفكير الزايد، يفرغ لك بطارية الطاقة متاعك ويخليك مرهق جسديا ونفسيا بلا ما تدير أي مجهود. التفكير الزايد ماهوش طبيعتك وماهوش جزء منك. التفكير الزايد عادة سيئة اكتسبتها مع الوقت، والأخطر أنك في أعماقك تحس باللي هذه العادة راح تحمي فيك. تحس باللي نهار تخمم بزاف راك رايح توجد روحك للأسوأ، أو كي نحلل كلش رايح تتجنب المشاكل، وهذا أكبر فخ تقع فيه. التفكير الزايد ما يحلش المشاكل، هو بحد ذاته مش ما يخليكش تشوف الحلول اللي راها قدام عينك، لأنه يخليك مركز غير على حجم المشكلة. كيفاش تكسر هذا المحرك وكيفاش تحبس هذه العادة؟ ما تحتاج منك قوة خارقة، تحتاج منك تقنيات بسيطة وذكية. من بين هذه التقنيات قاطع الدورة. نهار تفيق لعمرك باللي راك في دوامة التفكير، دير قاطع للدورة واستعمل قاعدة ال5 ثواني. احسب في راسك تنازليا 5 4 3 2 1. مع الرقم 1 تحرك من بلاصتك وروح اغسل وجهك بالماء بارد، دير 10 تمارين ضغط، قول كلمة ولو اضطريت تقولها بصوت عالي حبس. الفكرة انك تكسر الدورة الذهنية بحركة جسدية، ما تخليش عقلك يكمل في نفس الطريق. ثانيا أعطي لمخاوفك موعدا. هذه التقنية ذكية بزاف. تبدأ لك دوامة التفكير، قول لروحك أوكي هذا موضوع مهم ولازم نخمم فيه ونلقى له حل، بصح ماشي دوك، وحدد له ودير له موعد في الأجندة نتاعك، يعني ما بين قوسين موعد تخمم. مثلا اليوم على 7 تاع العشية ربع ساعة نخمم في هذاك
الموضوع. كي يلحق الموعد اللي حددته اجبد ورقة وستيلو، اكتب كل مخاوفك والحلول الممكنة. يتخلص ل 15 دقيقة، اغلق الكراس اللي كتبت فيه وانتهى الامر. راح تلاحظ زوج صوالح. الحاجة الأولى، أغلب الوقت كي يلحق وقت أنك تعالج هذاك المشكل يولي بالك صغير. الحاجة الثانية، راك استرجعت التحكم ووليت انت اللي قرر وقتاش تخمم، ماشي أفكارك هي اللي تتحكم فيك. والحاجة الثالثة وهي الأهم، من واش لو كان إلى وش ندير دوك. التفكير الزايد يعيش في سؤال واش لو كان، والحل يعيش في سؤال وش ندير دوك. حول تركيزك من الاحتمالات الوهمية إلى الفعل الحقيقي البسيط. واش لو كان نخسر خدمتي، تولي تقول وشنو هي الخطوة الصغيرة اللي نديرها باش نطور من روحي وما نخسرش الخدمة تاعي. مثال، نتعلم مهارة جديدة في الخدمة تاعي. واش لو كان الناس ضحكوا عليا، إلى واش نقدر ندير دوك للحاجات اللي صرات في الماضي. واش نقدر ندير دوك على الحاجات اللي صرات في الماضي؟ والو، باين بلي ما راك راح تقدر دير والو. إذن وشنو هي مهمتي التالية؟ ابحث دائما على أصغر خطوة عملية تقدر تديرها الآن. إذا لحقت لهذه النقطة معناتها راك حبيت تطفي هذا المحرك المزعج المسمى التفكير الزائد. راح تبدأ تقرر تسترجع الطاقة نتاعك. اهبط للتعليقات واكتب عهد بينك وبين نفسك، واكتب هذه الجملة القوية اللي راني راح نقولها لك دوكا. نفكر باش نلقى حل ماشي باش نتعب. اكتبها باش تذكر روحك بالفرق، وباش تكون مجموعة اللي تخير الحلول بدل المشاكل. إذا حسيت هذه الهضرة قاستك، دير لايك ودير مشاركة للفيديو لشخص يعاني من هذا المشكل، واشترك في القناة باه توجور يجيك جديد. وما تنساش ركز طاقتك في واش اللي تقدر ديرو، والباقي على ربي سبحانه.